ده العيب ان هو ما عندوش شقه ولا عربيه. ابوه فهي قالت ابوه ايه؟ ابوه مع عربيه. الفيديو اللي هتشوفوه ده مستفز لأبعد الحدود. بنت وأمها طالعين في فيديو بيتنمروا وبيتريقوا على عريس اتقدم لبنتها، يعني الجواز اسمه ونصيب وكل واحد على قد حاله، والعريس داخل البيت من الباب وطالب الحلال. لو مش عاجبك حالته الموضوع يخلص بكلمتين وجبر خواطر وكل شيء اسمه ونصيب، لكن انك تطلعي انت وبنتك وتتريقوا عليه وعلى أهله فدي اسمها قلة أدب ووقاحة. والأسوأ في الموضوع كمان إن الأم دي منتقبة، يعني المفروض عارفة ربنا وعارفة كمان قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ليه التريقة والمسخرة على شاب وأهله لمجرد بس إن حالته المادية مش مالية عينك؟ البنت بتصور نفسها هي وأمها وبتقول لها: قولي العريس إيه بقى؟ ابوه محاسب يا جماعه، والولد شغال مهندس ميكانيكا، ومعاه مبلغ محترم مشغله في التجارة، بس مشكلته العيوب ما عندهوش شقة ولا عربية، بس أبوه عنده عربية. ولما بنتها سألتها نوعها إيه وهي بتضحك قالت لها عربية 27 معمولة قهوة من ورا، وكل كلمة بتقولها هي وبنتها بيدخلوا فاصل من الضحك والسخرية الغير مبررة بالمرة. طبعا الفيديو ده أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي شنوا هجوم على البنت وأمها ووجهوا لهم انتقادات حادة. واحد نشر الفيديو كتب عليه: الفيديو ده مستفز لأبعد الحدود، تخيل تكون متقدم لواحدة وبعدين تلاقي هي وأمها طالعين يتريقوا عليك وعلى أهلك، وحاجة في منتهى قلة الأدب، وكل ده عشان انت راجل محترم وشغال شغلنا حلال. انتوا كمان شاركونا بقى برأيكم في التعليقات في التصرف ده.